السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملوا شير لكل فيديو وانزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى إن شاء الله يوم جديد وكمان روتين جديد، إن شاء الله تكملي معايا الفيديو يعجبك. النهاردة بقى هعمل شوية حاجات كده إن شاء الله تتنشطي وتقومي تشوفي كل اللي وراك. النهاردة بقى هنضف كده الصالة. أنا عايزة أقول لكم إن الحمد لله شقتي كلها نظيفة وزي الفل. بعد بقى ما الجو كده ما طرب وكان فيه يعني عاصفة شديدة أوي من التراب، نضفت الشقة كلها وخليتها زي الفل وشلت الاتربه وظبطت الدنيا. ولكن انا صورت معاكم الحاجات دي فما حبيتش ان انا اعيدها تاني. فالنهارده بقى يعني هنضف كده على السريع. ده يعني التنظيف اليومي بتاعي. انا منضفه وشقتي نظيفه وزي الفل، ما سيبهاش، لازم بقى انضفها كده وايدي فيها على طول عشان طبعا تفضل نظيفه وزي الفل. فالتنظيفه اللي انتم شايفينها دي يوميا لازم اعمل كده كل يوم، طالما بقى ان انا حاجتي نظيفه متاكده طبعا ان مفيش اي تراب فيها. انا بشيل هنا الشلته بتاعه الكنبه بوريكم ان مفيش تراب خالص. كل اللي انا بس محتاجاه ان انا انضف كده تنفيضه على السريع زي ما انتم شايفين بالحته اللي في ايديا، وهغير بس البياضات مش اكتر من كده. وبرده الحته اللي في ايدي دي بصراحه بجيب بيها الحيطه هي كمان، يعني كل حاجه كده بالحته اللي في ايديا دي. بس كل حاجه مش هشيلها من مكانها لان انا منضفه ومخليه الدنيا زي الفل. بعد طبعا ما العاصفه بتاعه التراب دي جت، نضفت وخليت الدنيا زي الفل. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه. اول حاجه بقى عملتها ان انا طبعا نضفت البلكونه الاول وفتحتها كده عشان تنور لي الدنيا وتخلي لي الدنيا كده حلوه ومنوره. وبعد كده بقى ابتديت انضف الكراسي زي ما قلت لكم، مش هشيل اي حاجه من مكانها لكن لاني انا منضفه كل حاجه وكل حاجه نظيفه وزي الفل. ولكن التنظيف اللي انتم شايفينه ده انا يوميا بعمل كده. خرجت بقى على البلكونه هي كمان برضو عشان فيها كرسي وجزامه، ببتدي برضو انضفهم واشيل من عليهم التراب، وبنضف الحيطه هي كمان يوميا. يعني مش بعمل الشقه بس من جوه والبلكونه هي كمان. المهم طبعا نضفت بقى وشلت التراب كله، وبعد كده هبتدي اكنس. وهكنس بقى البلكونه، هخرج على البلكونه اكنسها وكمان قدام باب الشقه. المهم ان انا هشيل اي حاجه كده في الصاله وفي البلكونه. شايفين مفيش تراب لان زي ما قلت لكم انا منضفه ومخليه الدنيا زي الفل الحمد لله. بعد كده بقى هبتدي طبعا المع. بعد ما بكنس ببتدي المع كده عشان حاجتي تبقى نظيفه وزي الفل، لان طبعا لو لمعت الاول وبعد كده رجعت كنست، لو في اي تراب حتى لو خفيف زي ما انتم شايفين كده برضو هيجي بقى على الحاجه اللي انا مسحتها، فهحس ان انا ما لمعتش ولا نضفت ولا عملت اي حاجه. كنست بقى الصاله زي ما شفتوا، وبعد كده خرجت على البلكونه. وبعد كده بقى دخلت المع الازاز، النيش، التلاجة، الجزامه، كل حاجه في الصاله بمسكها المع بنفس البخاخ وبنفس الفوطه. بلمع طبعا الخشب وكمان بلمع الازاز بتاع الترابيزه اللي تحت الشاشه وكمان التلاجة وكل حاجه كده في الصاله بتاعتي بنضفها وبلمع. وبقيه الشقه برضو نضفتها وخليتها زي الفل الحمد لله. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول واستغفري ربنا عشان كده يعني تحسي ان اليوم بتاعك كله بركه وتقدري تخلصي كل حاجة انت عايزة تعمليها. خلاص بقى لمعت كل حاجة كده زي ما انتوا شايفين، مسكت كل حاجة الحمد لله لمعتها وخليتها زي الفل. بعد كده بقى هجيب البياضات النظيفة وهبتدي افرشها. وزي ما قلت لكم مش هشد اي حاجة من مكانها لاني انا عارفة متأكدة ان حاجتي نظيفة، مش محتاجة ان انا اشد اي حاجة وانضف تحتي. المهم بقى هفرش البياضات كده واخلي الدنيا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. انا مش فرشة السجاد، انا غسلت السجاد كله الحمد لله ولفيته بقى وشيلته. ممكن بقى على العيد كده افرش حاجات بسيطه لاني انا في الصيف اساسا بشيل السجاد، الجو بيبقى حر وبحس بقى ان السجاد ملوش لازمه فببتدي اشيله. ففي العيد بقى ان شاء الله ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. هفرش كده حاجات منه ان شاء الله. المهم ان انا غسلته ونضفته وطبعا عينته. بعد كده بقى بعد ما فرشت البيضات زي ما شفتوا ونضفت كل حاجه ولمعت كل حاجه، جبت ميه سخنه وعليها بقى المعطر وابتدي امسح السيراميك عشان المعه كده واخليه زي الفل. وبعد كده بخرج على البلكونه المعها هي كمان وقدام باب الشقه. البلكونه قدام باب الشقه لازم يكونوا نضاف وزي الفل لان البلكونه اخر النهار كده انا والولاد بنقعد فيها ساعات،
فلازم تكون نضيفه. مش معنى ان هي بره الشقه ان انا اسيبها، وقدام باب الشقه برضو لازم انضفه واخليه زي الفل. المهم ان انا بقى مسحت السيراميك ونضفت بقيه الشقه هي كمان وخليتها زي الفل. ما حبيتش بصراحه ارش معطر، انا عندي معطر، قلت انا عندي بخور هولعه كده، بحس ان هو بيملى الشقه كلها ريحه حلوه. وقلت كمان اغير، يعني مش على طول ان انا ارش معطر، طالما عندي بخور اولع بخور بيبقى ريحته حلوه. وعايزه اقول لكم يعني العود البخور ده بيقعد كتير، بيقعد مره واثنين وثلاثه كمان، لانه ما شاء الله كبير قوي زي ما انتم شايفين كده. هقفل بقى الشيش وكده خلاص. نضفت الصاله وخليتها زي الفل، وكمان بقيه الشقه برضو نضفتها وخليتها زي الفل الحمد لله. خليت الدنيا كده بتبرق الحمد لله. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويدينا دايما الصحه نعمل كل اللي ورانا وما يحوجناش لحد، اللهم امين يا رب العالمين. كنت بقى نشره الملايات بتاعت غرفه الولاد، كنت منضفاها كده ومخليها زي الفل في اليوم اللي قبل اليوم ده. وكنت شايله الملايات وحطيتها في الاوتوماتيك ونشرتها، فقلت بقى اشيلها لاني هغسل دلوقتي ومحتاجه ان انا طبعا الحبال تكون فاضيه. عايزه اقول لكم يعني الغسيل ده يمكن يوميا او يوم فيه ويوم ما فيش، على طول نغسل. المهم طبعا ان انا شلت الملايات اطبقها وادخلها الدولاب. انا بطبقها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، بحط كل حاجه تخص الملايه في قلبيها. لانه طبعا لما باجي اطلع الملايه يعني ممكن مثلا كيس يضيع منها، ممكن الخداديه ما الاقيهاش، فبحط كل حاجه تخص الملايه في قلبها زي ما انتم شايفين كده. وبطبقها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ما بتاخدش مكان في الدولاب وبيبقى كمان شكلها حلو. طبقت بقى الملايات بتاعتي ودخلتهم خلاص الدولاب. انا عايزه اقول لكم ان الدواليب بتاعتي الحمد لله منضفاها ومخليها زي الفل. ايدي فيها على طول زيها زي الشقه بالظبط. والمطبخ كمان يعني الحمد لله كل حاجه دايما ايدي فيها عشان تفضل منظمه ونظيفه. انا بحب كده، بحب دايما حاجتي تبقى نظيفه. فعشان كده يوميا الحاجه اللي بحس ان هي محتاجه تتنضف على طول بنضف. دخلت بقى مليت الغساله زي ما انتم شايفين وحطيت المسحوق بتاعي. وبعد كده بقى غسلت. طبعا انا هنشر في المنشر ده اللي بحطه في البلكونه، وكمان المنشر اللي في المطبخ، عشان بصراحه الغسيل كان كتير. المفارش اللي انتم شفتوها ان انا حطيتها في الغساله، بغسلها في الغساله عادي العاديه او الاوتوماتيك. حسيت ان هم برضو محتاجين ان هم يتغسلوا، ابتديت برضو اجيبهم واغسلهم مع الغسيل عادي، بينضفوا بيبقوا زي الفل. فردت بقى المنشر بتاعي ده وبغسل، يعني بمسحه كده وبلمعه بحته مبلوله كده فيها ميه يعني وشويه كلوريكس الوان، وبدعكه برضو لان انا بصراحه يعني لما بلمه بحطه برضو في البلكونه، مش بدخله الشقه جوه، فبيبقى عليه تراب، فلازم امسحه وانضفه واخليه زي الفل. وهبتدي بقى انشر الهدوم زي ما انتم شايفين كده. انا بنشر على المنشر ده الحاجات اللي بتبقى قصيره زي الفوط، زي التيشيرتات زي ما انتم شايفين كده. لكن المنشر اللي في المطبخ هو بقى اللي بنشر عليه الملايات، الستاير، الحاجات اللي بتبقى طويله هي اللي بنشر عليها في المنشر اللي في المطبخ. المهم ان انا خلاص نشرت هنا الحاجات اللي انا محتاجه احطها على المنشر ده، وحطيت المفارش زي ما انتم شايفين كده. وطبعا مسحت البلكونه تاني لان انا غاسله على الغساله العاديه، فساعات الهدوم يعني بتنقط كده ميه، فبرضو نشفت البلكونه تاني ودخلت بقى على المنشر اللي في المطبخ برضو نشرت بقيه الغسيل زي ما انتم شايفين كده. بصراحه الهدوم كانت كتيره رغم ان انا يعني ما بتاخرش على الغسيل، ولكن بقى انتوا عارفين طبعا الهدوم الصيفي ما شاء الله بتبقى يوميا. وعايزه اقول لكم ساعات عمر بيغير في اليوم مرتين ثلاثه كمان. فطبعا يعني ربنا يعيننا ويقوينا، اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي بقى كركديه، وبصراحه لقيت ندى بتقول لي انا عايزه اشرب كده حاجه ساقعه ويكون طعمها حلو. فقلت خلاص انا عندي كده كركديه، اجيب شويه اغسلهم وانضفهم وابتدي اعملهم، ما بياخدوش وقت، الوقت بتاعهم ان انا بس هحطهم في التلاجة. هنا بقول لكم لازم تغسلوا الكركديه، بينزل زي رمل. طبعا لو ما غسلناهوش وحطيناه في الميه اللي بتتسلق يعني بنسلقه فيه على طول، لما تيجي تشربيه تحسي ان في رمل في بقك، فلازم تغسليه مره واثنين وثلاثه. وبعد كده بقى تحطيه في الحله وتحطي طبعا عليه ميه وتحطي السكر اللي انت عايزاه، وتسيبيه يغلي غلوتين ثلاثه بالظبط. وبعد كده طبعا بصفيه، بيبقى طعمه حلو قوي قوي، خصوصا في الصيف. انا بعمله وبحطه في التلاجة، وبرده بحط في ازاز وبحطها في الفريزر، بيبقى مشروب كده سريع وطعمه حلو. انا بحبه يعني اشربه بارد يكون محطوط في التلاجة، في ناس بتحبه سخن، لا انا بحبه بصراحة اعمله، وبعد ما بعمله بدخله على التلاجة كده يسقع شوية، وبعد كده بشربه بيبقى طعمه حلو قوي قوي. المهم طبعا ان انا رفعته على النار زي ما شفتوا، وحطيت السكر وظبطت السكر بتاعه، وغلى غلوتين ثلاثة بالظبط. وبعد كده هبتدي اصفيه زي ما انتم شايفين كده. ينفع بقى الحاجات اللي طلعت منه او الكركديه نفسه يعني ينفع ترجعي عليها ميه وتغليها تاني، ولكن انا اكتفيت بصراحه، اللون كده مناسب ليا، مش محتاجه ان انا احط ميه تاني. طبعا عمل لي كميه حلوه ما شاء الله، الازازه زي ما انتم شايفين والشفشق ده برده فحلو قوي قوي. المهم بقى هدخله مع التلاجة كده يسقعوا، عشان بصراحه زي ما قلت لكم ندى كانت عايزه تشرب، فقلت لها هحطه بس في التلاجة شويه يسقع، وبعد كده هبتدي اصب لك منه يعني واحط لك منه تشربيه بالف هنا. كنت عايزه اعمل حاجه حلوه كده للولاد، كان عندي نص كيلو كنافه في الفريزر، فقلت بقى اما اطلعه واعمله، لان الكنافه دي من رمضان، فقلت اطلعه كده بقى وادلعهم اخر دلع واعمل لهم حاجه حلوه كده. عايزه اقول لكم كنافه طعمها حلو وطريقتها سهله وبسيطه، وبترطب كده بقى في الصيف والجو الحر ده، لما تعمليها كده وتحطيها في التلاجة وتطلعي بقى منها
القطعه اللي انت عايزاها بيبقى طعمها حلو، وبتبقى حلوه قوي قوي جنب اي بقى مشروب كده حابه تشربيه، بيبقى طعمها حلو قوي قوي. المهم طبعا ان انا فرقتها زي ما انتم شايفين، بحب احط عليها معلقتين من السكر البودره، وهحط عليها سمنه. طبعا الكنافه بتحب السمنه، وطبعا عشان يبقى طعمها حلو وريحتها حلوه حطي عليها سمنه بلدي. وطبعا بفضل بقى اقلبها كده لحد ما احس ان هي شربت السمنه. بعد كده بقى بحطها في البايركس بتاعي او اي صينيه موجوده عندك، وببتدي افرد الكنافه بتاعتي واضغطها كده بايدي عشان تبقى متساويه ويبقى شكلها حلو. ولما احط بقى عليها الكريمه يبقى شكلها حلو كده، وارص عليها كمان الفاكهه اللي انا عايزاها. دايما بس كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. بعد بقى ما هخلص الكنافه، قلت كده بقى امسك كمان برضو الفرن بتاعي انضفه واخليه زي الفل، عشان خاطر طول ما انا ايدي في الحاجه ما بتتعبنيش بصراحه في التنظيف، لكن لما بسيبها وقت طويل بتتعبني، وعايزه اقول لكم بتهد حيلي. فدايما يعني ايدي في الحاجه عشان ما اتعبش، وكمان بتاخد وقت اقل. يعني لما بيكون الحاجه ايدي فيها على طول بتاخد وقت اقل، ما بقعدش فيها وقت طويل واخلصها على طول الحمد لله. رصيت بقى الكنافه زي ما انتم شايفين كده وبضغط بايديا، المهم ان انا اظبط شكلها. وبعد كده بقى بدخلها الفرن يكون سخن، بولع من فوق ومن تحت لحد طبعا ما بتاخد اللون الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي. هي على فكره ما بتاخدش وقت في الفرن خالص، المهم ان انت تضغطيها زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى شكلها مظبوط كده وشكلها حلو. ينفع طبعا تطلعيها وتحطي عليها السيرب وتتقدم كده، بتبقى برده طعمها حلو، لكن انا حبيت ادلعها شويه. وكان عندي بقى كريم شانتيه وعندي مانجا، فقلت بقى ادلعها كده عشان خاطر برضو الولاد بيحبوها كده بصراحة، وكمان بيبقى شكلها حلو كده. وطبعا الحاجات دي بتتباع بره بتبقى غالية جدا، احنا ما نعملها في البيت احسن وانضف وكمان اوفر. حطيت بقى عليها الكريمة، طبعا الكريمة انا بقى عملتها مع نفسي. وبعد كده طبعا هبتدي احطها على الكنافة، بس لازم تكون الكنافة باردة خالص. بنزل بقى بالكريمة وبعد كده برص الفاكهة زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى رصيت المانجا، شايفين شكلها حلو ازاي. طبعا بقى حبيت بس اكسر اللون، حطيت فراوله كانت موجوده عندي في الفريزر، وطبعا رص عشوائي وبدخلها على التلاجة. وطبعا لما بطلعها ببتدي احط عليها بقى المكسرات اللي موجوده عندي. كان كمان عندي كيوي برضو حطيت كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم تحليه كده سريعه وسهله وطعمها حلو قوي قوي، خصوصا كمان في الصيف. كان عندي بصراحه برطمان من النسكافيه، عايزه اقول لكم لما باخد منه كده معلقه او نص معلقه واعملها ساعه ما بكون عايزه اشرب كوبايه نسكافيه، بحس ان البرطمان بيخلص بسرعه. لكن لما بعمله بالطريقه دي وعينه في الفريزر بحس انه بيقعد وقت طويل جدا عندي. طبعا نفس الميه نفس النسكافيه نفس السكر زي ما شفتوا في نفس البرطمان. حطيت النسكافيه وبعد كده جبت فيه السكر وبعد كده جبت فيه الميه، بس الميه تكون ساقعه عشان تديكي رغوه حلوه كده زي ما انتم شايفين. وبالمضرب بقى الكهربائي، وابتدي طبعا كده سمي الله وصلي على الرسول. وبعد كده طبعا اعملي الرغوه بتاعه الكابتشينو او النسكافيه وتحطيها في علبه وتكون موجوده عندك في الفريزر. بتبقى حلوه، تطلعي منها كده بتبقى جاهزه، ولا بقى تتعبي نفسك. وكمان يعني الطريقه بتاعتها زي ما انتم شايفين ما بتتعبش ولا حاجه لو عملتيها وحطيتيها في الفريزر. لكن لما بتعمليها ساعه ما بتكوني عايزه تشربي كوبايه نسكافيه هي دي اللي بتبقى متعبه، لان كل ما تيجي تشربي كوبايه هتعملي لا اعملي كده وحطيها في الفريزر، هتبقى احسن بكتير وبتديكي كميه كتير زي ما انت شايفه كده. هجيب بقى العلب بتاعتي وابتدي احط النسكافيه، وبعد كده هبتدي اغطي وادخلها على الفريزر. عايزه اقول لكم العلبتين دول ما شاء الله يقعدوا وقت طويل جدا جدا عندي. هدخل بقى العلب الفريزر وبعد كده هبتدي امسح بقى المضرب، لانه طبعا عملت بيه الكريمه ورجعت عملت بيه النسكافيه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقول لكم شايفين في من النسكافيه، فلازم امسحه وانضفه. الاجهزه كلها غاليه، فلازم تحافظي على حاجتك. اي حاجه تستعمليها امسحيها. فوطه يكون فيها شويه ميه وشويه كلوركس الوان وتعصريهم وتبتدي تلمعي الحاجه بتاعتك، بتلمع وترجعيها كده نظيفه وزي الفل. اوعي تستعملي حاجه وتشيليها كده من غير ما تنضفيها، هو ما خدش اي حاجه، نضف على طول وهرجعه نظيف. جبت بقى الفرن قلت كده برضو انضفه عشان لو يعني قعد اكتر من كده هيتبهدل. طبعا الحته اللي ورا دي انا بصراحه حاولت فيها كتير ما بتنضفش، هي خلاص هي تقريبا يعني الدهون بقى دي مش دهون، هي ما اعرفش شكلها بقى عامل كده ما بتنضفش، ولكن هو هينضف دلوقتي زي ما هتشوفوا. لكن الحته دي بصراحه بتفضل ما اعرفش ليه. المهم طبعا ان انا جبت بقى سترس، وطبعا بخيت فيه الفرن زي ما انتم شايفين كده. وعندي بقى السلك البلدي اللي كلنا عارفينه، ما ينفعش بقى سبونش خالص. وهبتدي كده بقى اسمي الله وادعك بقى، يعني عايزه اقول لكم بكل قوتي بقى لازم ادعك كده عشان اخلي الفرن نضيف وزي الفل، لان هو ده اللي بعمل فيه كل حاجه. فلازم يبقى كده. يعني انا بقى بعمل فيه صواني مثلا لو هعمل صينيه بطاطس بالفراخ، بعمل فيه الكيكه، بعمل فيه كل حاجه. فهو يعني كتر خيره قوي قوي ان هو كده بينضف معايا وزي الفل. طبعا انا
شايفين بقى دي كميه دهون قد ايه طالعه رغم ان انا ايدي فيه على طول. المهم ان انا هنضفه واخليه زي الفل. وانا بنضفه كده بقى حابه اشكركم على الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات. بجد والله بحبكم. بتكتبوا لي كلام بيفرحني بيخليني مبسوطه وحاسه ان انا كده عايزه انزل كل يوم فيديو. فربنا يديمكم في حياتي، انتوا اجمل اخوات. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. مسحت بقى الفرن زي ما شفتوا شايفين الحته اللي بمسح بيها عامله ازاي. المهم ان انا مسحته ونضفته على قد ما قدرت وخليته زي الفل. وكمان الشبكه اللي بتبقى فيه برضو دعكتها ونضفتها وخليتها زي الفل وغسلتها. وبعد كده لازم انشفه كويس لان الفرن ده بالكهرباء، فلازم انشفه كويس جدا جدا عشان طبعا لما اجي اشغله ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. المهم ان انا بمسحه بحته مبلوله زي ما انتم شايفين. هشيل منه بس الدهون ومكان كده ما دعكت بالسلكه. وبعد كده بجيب بقى فوطه ناشفه زي ما انتم شايفين وهنشف بقى الفرن من بره ومن جوه ومن كل حته. لازم اخليه ناشف زي ما قلت لكم لان انا بشغله بالكهرباء. المهم هنا بقى خلصته ونضفته وخليته زي الفل. المكان بقى اللي بحط فيه الفرن الرخامه اللي بتبقى ورايا برضو نضفتها ومسحتها وخليتها زي الفل عشان ارجع الفرن على نظافه. بما اني بقى مسحت الفرن يبقى برضو ارجعه هو يعني ارجع الفرن بقى في الحته بتاعته تكون نظيفه وزي الفل. شايفين بقى المنديل؟ طبعا بقى هفضل كده انشف فيه لحد ما احس بقى ان ما قعدش فيه ولا نقطه ميه. وبعد كده هبتدي ارجعه مكانه زي ما قلت لكم بقى مكانه نضفته وخليته زي الفل. بس دايما كده سمي الله وانت بتعملي اي حاجه عشان ربنا يعينك ويقويكي وكمان تخلصي كل اللي وراكي وتحسي انك ما تعبتيش. نشفت بقى الفرن كويس جدا جدا بالمناديل وكمان بفوطه كده تكون ناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه. وبعد كده بقى هرجعه مكانه. طبعا مكانه نضفته زي ما قلت لكم وخليته زي الفل. والمطبخ عندي نظيف وكل حاجه نظيفه وزي الفل. طول ما ايدك في الحاجه هتفضل يعني نظيفه وزي الفل. حتى لو انت نظفتيها هتحسي ان مش بتاخد منك مجهود ولا وقت لان انت ايدك فيها على طول. فدايما ايدك في حاجتك عشان تفضل نظيفه وما تتعبكيش وانت بتعمليها. مسحت كمان بقى السلك بتاع الفيشه وهرجع بقى اشيله كده وارجعه مكانه بعد ما اتاكدت ان انا طبعا نشفته كويس جدا جدا. هنضف بقى الرخامه مكان طبعا ما كنت بنضف عليها. وكمان كده هحط عليها برده معطر. والورق الحائط ده برده كان يعني جه عليه بقى ميه وانا بنضف برده هنضفه كده زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم بقى كانت دماغي بصراحه يعني كلام كده بيني وبينكم كانت فصلت ووجعتني. فقلت بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه بما اني عامله الرغوه الحلوه دي. وكان كمان الكركديه سقع قلت برضو احط الندى. ولحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم. وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله اجمل واحلى اخوات. ربنا يديمكم في حياتي نعم. عايزه رايكم طبعا في الفيديو اللي بنزله عشان رايكم بيهمني جدا جدا. شايفين بقى الرخامه بقى شكلها حلو ازاي. وكمان الحوض لمعته والبوتاجاز وكل حاجه عندي نظيفه الحمد لله. ربنا يدينا الصحه ودايما نعمل كل حاجه وما يحوجناش لحد ابدا ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى لما بتكون رغوه النسكافيه موجوده بتسهل علينا ان احنا نعمل بقى كوبايه النسكافيه كده واحنا رايقين ومن غير ما نتعب نفسنا. شايفين كمان لون الكركديه حلو ازاي. عندي كده قوالب من التلج بحطها برده بتدي بروده حلوه كده لاي عصير او اي مشروب انا هعمله. وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. وخلاص كده بقى الفيديو بتاعي خلص. ما تنسوش اللايك احبابي. ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات. وعايزه رايكم في الكومنتات في الفيديو اللي بنزله عشان طبعا رايكم بيهمني جدا جدا زي ما قلت لكم. بحبكم في الله. كنت معاكم منال عبد المنعم. سلام عليكم.